النهاردة هنعمل مع بعض كوكيز البطاطا، وده مفيد جدا، وطبعا عارفين فوائد البطاطا كويس. حلوة قوي قوي لللانش بوكس الولاد. معانا كوباية من البطاطا، انا طبعا بستخدمها الكوباية المعيارية، وتقدري تستخدمي المج بتاع الشاي. البطاطا مسلوقة او مشوية زي ما تحبي. حطيت عليهم معلقتين كبار من الزبدة طرية، ومعلقتين من السكر البني. والكوكيز ده برضو مفيد جدا جدا للأطفال الرضع وقت التسنين. وحطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر وفانيليا، وربع معلقة من القرفة، ومعلقتين من الزبيب، ومعلقتين من أي نوع مكسرات بتحبوه. وهنقلب الخليط كويس جدا مع بعض، وبعدين هننزل عليها بكوباية من الدقيق. تقدروا طبعا تستبدلوا الدقيق العادي بدقيق القمح الكامل أو الشوفان لو حد من الولاد عنده حساسية. تمام. الكوكيز بتاعنا مفيهوش اي بيض برضو ولا لبن ولا اي حاجة. زي ما قلتلكوا مفيدة جدا للرضع وقت التسنين، بس طبعا هنطحن المكسرات بتاعتها عشان مفيش اي حاجة، يعني يبقى سهل البلع. والكوكيز بيكون طري شوية عشان طبعا الاطفال يقدروا ياكلوه. فاهميني؟ بس كده الكوكيز بتاعنا جاهز. دلوقتي هنحطه في الكيس بتاع الحلواني، او تقدروا طبعا لو عايزين تعملوه كبير ندخله التلاجة بالظبط 10 دقايق، وبعدين نشكله بالمعلقة بتاعة الايس كريم او معلقة الاكل عادي لو مش عندك معلقة الايس كريم. انا حبيت نعمله ميني عشان نحطه في المكان الصغنن المخصص ده للكنزي او الحاجة الحلوة في اللانش بوكس. نقدر نحط له كام واحدة كده في اللانش بوكس، او ياخدها كوجبة خفيفة او سناك في اي مكان بقى، في النادي، في المدرسة. تمام. هنخلص كده، وبعدين هنبل صباعنا بالمية ونظبط الشكل بتاع الكوكيزاية بتاعتنا. الكمية عملت معايا صاجين، وبقى حبة برضو، بس عملتهم كوكيزاية كبيرة ليا انا بقى. هندخله التلاجة من 10 دقايق لربع ساعة، او في الفريزر 10 دقايق بالظبط، وبعدين نطلعه وندخله الفرن لمدة 10 دقايق، فرن سخن على درجة حرارة 180. وهنا بعد ما طلع من الفرن، ومش هقولكوا بقى على الفوائد بتاعة البطاطا، انتوا ابحثوا وهتعرفوا كم الفوائد اللي فيها، ومفيدة ازاي للأطفال ولينا احنا كمان الكبار. اللي ما يعرفنيش او لسه بيتابعني جديد، انا ريهام. هستنى تطبيقاتكم وتعليقاتكم. يلا سلام.